اهلا وسهلا، ونبقاو دائما مع الوجبات الصيفيه السهله واللي كتوجد بسرعه. اليوم غادي نشارك معكم هذا الساندويتش ديال الكفته، كيجي اكثر من رائع مع هذا الخبيز ديال الدار اللي كنوجدوه. كيجي رائع لذيذ بزاف، ومن الاحسن توجدوه في الدار حتى ما تشريوه على برا. هنايا اول حاجه غنحتاجوا 250 غرام ديال الفينو، 150 غرام ديال الدقيق، غنحتاجوا معلقه صغيره ديال السنيده، معلقه صغيره عامره ديال الخميره، قبيصه الملحه. وغادي نجمع العجين ديالي بكاس ديال الماء، ثم غناخذ معلقه كبيره ديال الزبده ونخدمها مزيان مع العجينه ديالنا، نخليها ترتاح واحد 10 ديال الدقائق، ونعاود نرجع ليها نشكلها كرات صغار على هذا الشكل، وندير شي شويه ديال الفينو على سطح العمل ونسرحهم بالدله كيف كتشوفوا. بهذه الطريقه هذه راه سهله بزاف، ثم نبدا ندور فيهم كيف كتشوفوا على هذا الشكل. راه سهله الطريقه، وكنقرصهم، وفي الاخر كنقرص مزيان العجينه ديالي باش ما كتحلش ليا صافي، وكنسرحهم في اللاطه ونخليهم يخمروا، بما انه الصيف هذا راه دغيا تيخمروا. من بعد ما كيخمروا غادي ندخلهم للفران اللي يكون ديجا شاعل من الفوق ومن التحت، يكون سخون مزيان، وكنخليهم يطيبوا حتى كيوليو على هذا الشكل. كيف كتشوفوا كيجيو محمرين ورائعين لذاذ بزاف. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم، وممكن تعمروهم باش ما بغيتوا. ندوزوا للحشوه اللي اقترحت عليكم اليوم. هي الكفته، عندي 200 غرام، زدت عليها واحد البصيله صغيره مقطعه طريفات صغار، العطريه، شويه البابريكا فومي، شويه القزبر يابس مليحه، وشويه ديال الكمون وقزبر ومعدنوس. غادي نخلط مزيان ديك الكفته ديالي ونقادها في البروشيط ونديرها حتى هي في الفران. كيف كتشوفوا هنايا غادي نعمر ساندويتش ديالي. درت هنايا البصله لي كاراميليزي، غادي نحطها هي الاولى. بغيتوا ديروا اي صوص في الاول كيبقى الاختيار ديالكم. صافي تندير الكفته ديالي اللي طيبتها انا في الفران، كنحطها الوسط، وكنزيد لي طرونش ديال المطيشه، وكنزيد لي فريت ديالي. وهانتوما تبرعوا ليا باحسن ساندويتش ممكن تذوقوا. كنتمنى ان شاء الله تجربوه بالصحه والراحه.